السلام عليكم. اي نعم، كل فيديوهاتي لا تتعدى من دقيقة 3 دقايق، لكن الفيديو ده ممكن يوصل من 6 ل7 دقايق، لكن يستاهل جدا ان انتوا تشوفوه كله، لان فيه كل تفاصيل المعجنات، ازاي تطلع ناجحة وازاي تطلع هايشة ما تكونش مكتومة من جوه، وازاي تطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. اكيد طبعا الصورة بتتكلم عن نفسها، لكن لما تشوفوا الفيديو صدقوني بعد الفيديو ده تطلعوا بنتيجة حلوة جدا. من اليوم ما تعملوا معجنات تكون ناجحة وتكون هايشة من جوه وتكون كمان طعمها حلو، وكمان بنفس العجينة هنعمل مقرمشات وهنعمل كمان معجنات طرية. شوفوا الفيديو للاخر. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي علا، وياريت ما تنسوش تشتركوا على قناتي على اليوتيوب وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك. يلا بسرعة نبدأ في الوصفة. اول حاجة هنحضر كوبايتين مية يكونوا دافيين، ومعلقتين كبار من الخميرة الفورية، كوباية كبيرة من السكر، وكمان نص كوباية سمنة على زيت، او ممكن تحطوا نص كوباية زيت خالص، او ممكن تحطوا نص كوباية سمنة خالص، يعني على حسب المتوفر عندكم في البيت. وهنجيب دقيق لجميع استخدامات المعجنات، او مكتوب عليه لجميع الاغراض. هنضيف كيلو دقيق، وهسيب شوية مثلا نص كوباية علشان لو الكمية، عشان كل دقيق بياخد كمية سوائل مختلفة. وكمان هنضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنسيب شوية من الدقيق علشان لو العجينة احتاجت دقيق تاني. هنقلب بقى كل المكونات كده كويس جدا لحد ما تندمج مع بعض. بعد كده بقى نشتغل بايدينا. طبعا لو عندنا هاند ميكسر او لو عندنا عجان، ممكن طبعا نحطه في العجان، نحط العجينه في العجان ونسيبها 5 دقايق تتعجن. لو ما عندناش طبعا العجينه تطلع برضو ناجحه جدا، بس لازم ان احنا نعجنها لمده لا تقل عن ربع ساعه عشان العجينه تطلع معانا مظبوطه. وهنحط بقى كده شويه ميه جنبينا واحنا بنعجنها، نبل ايدينا ميه ونرجع تاني نعجن العجينة. ده بيجيب معاها نتيجة حلوة جدا، والعجينة الجلوتين فيها بيشتغل، وكمان العجينة بتطلع طرية جدا. هنفضل بقى كده نبل ايدينا مية ونشتغل على الرخامة. بص لما نشدها ونلاقيها اتقطعت يبقى كده لسه محتاجة تاني. ما اول ما تتلمي معانا ونحس كده ان هي بقت ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين، نشدها نلاقيها ما اتقطعتش معانا. لما يوصل قوامها للقوام اللي انتوا شايفينه دوت يبقى كده تمام، يعني اتخدمت كويس والعجينة اتعجنت كويس جدا. هنسيبها بقى ندهنها كده زيت، وهنغطيها بستريتش، وكمان هنغطيها باي فوطة نحطها في مكان دافي. هنسيبها بقى لمدة ساعة لساعة ونص في الشتاء. لو طبعا في الصيف يبقى 40 دقيقة كافية جدا، عشان الشتاء بياخد بس تخمير اكتر. مش قادرة بقى اقول لكم العجينة قد ايه طرية حلوة جدا جدا. هنحاول بقى ان احنا نقسمها وهنعملها كور وهنغطيها، وهنشوف بقى هنشكلها ازاي. جبنا اول كوره، بص بقى يعني كوره صغيره جدا، بص هتتقطع معانا، نقطعها يعني كذا قطعه. شايفين قطعتها قطع صغيره جدا جدا، اكيد باينه هنا في الفيديو. وهنعملها كور تاني صغيره، وهنجهزها كده جنبنا، ويكون معانا اي حاجه نغطي بيها العجينه علشان بس ما تنشفش وتعمل قشره كده من فوق، او الوش بتاعها ينشف. فالاحسن ان احنا نغطي. هنمسك بقى كوره كوره زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وفردة العجان هنفردها كويس جدا على قد ما نقدر ان احنا نرققها. ده كده احنا هنعمل باتون ساليه او بقسماط يكون رفيع جدا، وهنبرمه كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده نبدا نبرمه تاني بقى كده ونشكلها كويس. ودي طبعا طويله جدا فقسمتها 2، وهنرصها بقى كده في صاج. مش قادره اقول لكم يا جماعه يعني النتيجه عامله ازاي بتاعت الباتون ساليه دي، كانت بجد خطيره. يعني لو عملتوه استحاله تشتروه تاني من بره. هنعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. هبعمل واحدة تاني كمان معاكم عشان تشوفوها، وعملت كمان شكل تاني هتشوفوه دلوقتي. دوت الشكل التاني. جبت 2، بصوا يعني هنعملها كده مبرومة على بعض. جبت برضو 2 بس رفعتهم شوية عن اللي هي الواحدة، بس يعني يعتبر قسمتهم على 2 ولفتها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. طلع بجد شكلها خرافة يا جماعة، طلع شكلها حلو جدا. وبقى التسوية للباتون ساليه او البقسماط تكون على فرن سخنة جدا، لكن نوطي النار تماما علشان تقرمش معانا. لكن ما ينفعش ان احنا نعلي النار على الباتون ساليه او على البقسماط، لازم يكون الفرن سخنة
ونهدي النار جدا ونسيبه مثلا لمدة 12 دقيقة. هتلاقوا بقى خد لون حلو من تحت وحلو ولون حلو من فوق. هندهنه لبن وسكر. السكر بيساعد مع اللبن، او ممكن سكر ومية، بيساعد جدا ان الحاجات اللي احنا نحطها على وش البقسماط ان هي تمسك. انا طحنت شوية ينسون مع شمر، وحطيت شوية ينسون وشمر، وشوية تانيين حطيت عليهم سمسم. والشوية اللي هم مبرومين دولت انا سبتهم كده سادة لان هم كده شكلهم حلو جدا يعني. طبعا انا دلوقتي كنت بسخن الفرن، يعني الفرن كانت سخنه جدا، نولعها قبلها مثلا ب10 دقايق. بعد كده اول ما نحط الصاج في الفرن هنهدي النار تماما، يعني لحد بقى ما تاخد كده لون حلو من تحت ومن فوق. بعد كده نطلعها. هوريكم بقى شكل اللي هي القرص او الكحك اللي هو بالعجوه. انا جبت عجوه وحطيت عليها معلقه من الزبده وشويه من القرفه، وزي ما انتم شايفين كده برمت العجينه وحطيت جواها العجوه. بصوا بقى الشكل اللذيذ دوت اللي هو بيتباع في الفرن اللي احنا بنحبه. يعني هنحاول ان احنا نقفلها كويس جدا. هنجيب مقص ونقطعها بنفس الطريقه. هندهنها برضو بخليط اللبن والسكر اللي احنا دهناه على البقسماط. نفس الخليط هندهنه على القرصة. وكمان هننزل بقى كده بالسمسم، ونجيب كده كمية سمسم كويسة. ما عندكمش سمسم كتير ممكن بس ترشوا كده رشة على الوش. هعمل واحدة تانية كده معاكم. وبرضو جبت واحدة وبرمتها كده زي ما انتوا شايفين. و هنعملها بقى كده شكل حلو جدا. بس هنعمل كده زي ضفيرة كده مثلا، ماشي. وهنجيب الطرفين هنحطهم في الطرف التاني وهنلزقهم في بعض. ده كده شكل، وده شكل تاني برضو. بصوا يعني في المعجنات بالاخص يعني انتوا تشوفوا التفاصيل اكتر، يعني افضل من الكلام. برضو دهناها اللبن والسكر وحطيناها في السمسم. هنعمل بقى يا جماعه، جبت كده كرة صغيره وبططتها وحطيت قرفه مع سكر. دي بقى بتبقى طعمها بجد خطير، يعني القرفه مع طعم القرص دي بيبقى طعمها حلو جدا. هندهنها برضو باللبن والسكر، وبرضو هننزل بالسمسم. دي بقى انا عملتها ساده خالص، يعني ما فيهاش اي حاجه خالص من جوه. وطحنت شويه من اليانسون وشويه من الشمر، وبرضو حطيتهم على الوش. وطبعا هنسيب العجينه تخمر مره كمان لمده ساعه، وندخلها على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. بس كده بقى كل حاجه استوت وكله تمام. الجزء اللي هو بتاع العجينه بعد ما اتخمرت للاسف اتقطع يعني، بس احنا خمرناه لمده ساعه. بعد كده دخلناها الفرن. العجين بقى لازم يكون درجه الحراره عاليه جدا عكس البقسماط، يعني درجه الحراره تكون مثلا 220، ونسيبها مثلا من 12 ل 15 دقيقه بالكتير جدا. وممكن في الاخر خالص نفتح الشوايه لمده دقيقتين. ده كده البقسماط. بصوا يا جماعه، او باتون ساليه خطير. ده كده القرص اللي احنا جهزناها اللي هي بصوا بقى نفتحها من جوه. شوفوا عامله ازاي، واخده كده قرمشه بسيطه من بره ومن جوه طريه جدا. العجينه مظبوطه هايشه. بس تعملوه زي ما قلت لكم، اعجنوا العجينه كويس، اعملوها بنفس المكونات، وامشوا على التركات كلها مظبوط. هيطلع معاكم احلى بجد عجين، واحلى قرص، واحلى معجنات ممكن تعملوها. دوت بالعجوه. بصوا يا جماعه من جوه حلوه جدا هايشه جدا. انا عن نفسي ما كنتش مصدقه النتيجه يعني. طعمها خطير. وبكيلو، يعني بكيلو دي عملنا الكميه دي كلها. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه. باي باي.